شاء الله تكونوا اخر مرة شفتوا البامية تبعيتي. لا 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 on another level. انا جوزي بيكره شيء اسمه بامية، وانا اطيب شيء عندي بعد الملوخية هي البامية. يمكن البامية اللي انا بعملها مع الملوخية ما طيبة. وعلى طول بعلمكم اكلات، شوفوا قديش الطبخ سهل، خاصة الطبخ تبعنا الطبخ العربي انا on top قديش صحي. واليوم بدي اعلمكم كيف تعملوا. هول العالم ما بيعرفوا يطبخوا، ها اوكي، انا تعليم للناس اللي ما بيعرفوا يقلوا بيضة. كيف تعملوا سبانخ ورز مع لحمة. انا بحبها مع لحمة مفرومة. اول شي بدي اقلي، لا شو بتعرفوا شو، رح اقلي اللحمة اول. يلا دقيقة. انا بالعادة بحب اطبخ على نار كثير عالية. هلا هيدا الزيتات لطبخة بحط 10 كيس سبانخ، فما بقى تجيب ولا شيء، لا زبدة ولا زيت ولا شيء. هون بقلب فيهم هلا الزيتات اللحمة، برجع بقلب فيهم البصل، رح ارجع اقلي كمان بعدين الثوم مع الكزبرة، والكزبرة بدي اجيبها من الجردان من عندي. يلا here we go. هلا اللحمة انا بحب اقليها لشي 10 دقايق لتتحمص منيح منيح منيح، لانه بكرهها. اوقات في ناس بيعملوا لحمة مفرومة بالطبخ بتكون مبينة انه هي محمرة منيح، لما تبلش تنطبخ تنسلق برسل لونها زهر مش طيب. I like to خليها تكون كتير محمصة، بحط لها نقطة بهار اسود مش كتير. هيدي السبانخ ورز صراحة ما بدها ابدا لك بهارات، بس شوية بهار اسود ورتب وملح. اوكي شفتوا قد ايه حمرتها للحمة، بحب حمرها كتير منيح. هلا بدي ازيد البصل ولتصير البصلة ترانسبيرنت، لتصير يعني شفافة. اوكي هلا البصل بده يتقلى مع اللحمة، ورح وريكم الفرق. هلا بعد ما حطيته للبصل شوفوا بالاخير كيف بده يصير. بعد هيدي طبخة ولا 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 اهين منها، وجوزي بحبها كثير. فاليوم I want to impress him، لانه زيني ما كان بياكلها وهلا صار بحبها كثير. بتعرف انا كنت بحب انه يكون في البيت ما اشتغل ولا شيء، بتمنى بقعد من الصبح لليل بطبخ، برجع بنتبه على ولادي بعد المدرسة، برجع بعملهم عشاء. يا ريت بروحون على الاكتيفيتي، بروح بشرب قهوة مع اصحاب امهات اصحابهم اصحابي، في احلى من هيك. بس يلي بتكون في البيت ومنا مقتنعة بتكون كرهينة حياتها، بس اللي بتكون بتحب انه تكون بتحب انه تكون ما بعرف، يعني مرة بتحب هيك تكون تطبخ لعائلتها جوزها اولادها، تكون عندها انرجي على القليلة انه تهتم ببيتها نيالها. اوكي بدي اجيب كورياندا من عندي من الجردان، هات لنشوف اذا هول منيح اصلا. كزبراتو هون في كزبرة كمان، هذا برسيل ماني عارفة بدي ذوق تعرف. اوكي قطفت الكزبرة اللي عندي، واليوم محضرة شو بدي اعمل. انا عم جرب كتير اهتم بشعري، عشان هيك عم بحط كليب اون اكستنشنز الي سنة، مش عم بحط ابدا اكستنشنز تلزيق. الي كان 18 سنة بحط اكستنشنز تلزيق، وهلا صار لي سنة I'm just using clip on extensions بشعري and I'm really taking care of my hair. يعني عم بستعمل الهير لوس تبع جول باريس تقوي شعري، and عم بستعمل الانتنسيف نيوتريتيف. عم جرب قد ما في. عم تشوفوني على طول شعري ناعم ليس، لانه هو اصلا شعري ناعم ليس،
سو عم بتشوفوني على طول انه مش عم بعمل كتير كيرلز بشعري، لانه ما بدي احط له كتير هيت، وحتى لما اكون بدي اعمل له شويه هيت بحط عليه يعني حراره، عم استعمل برودوي حتى يعني ما يحترق to protect my hair from the heat. بس اليوم بدي اعمل زيت الروزماري للشعر. فتت على اليوتيوب شفت كذا طريقة وقررت انه في طريقة هي احلى طريقة، واليوم رح افرجيكم انا عليها. شو رأيكم؟ اوكي، بدي احط لها كتير روزماري. ولا نزعت للشتلة تبعيتي، بس اتس اوكي، بركي بتفرخ اكتر هلا اصلا. لحظة. ترى اوكي، are you ready؟ هولي لانه من عندي اكيد ما فيهم بيستيسايد وما فيهم وسخ، طلعوا ما فيهم ولا نقطة رمل، nothing. بس anyhow غسلون، حطون على منشفة وخلون يقعدوا بالشمس اذا فيكم تينشفوا 100%، لانه بدنا نحطهم بقلب الزيت. وانا حاستعمل زيت زيتون وزيت شو اسمه هذا، كاستر اويل. لازم يكونوا ناشفين 100% قبل ما تستعملهم. نرجع للحمة والبصل واللي تقلى. شوفي صار البصل ترانسبيرنت. هلا بدي احط الثوم طبعا. لهلا الاكل كله على بعضه صار لربع ساعة. هلا بدي احط لها ثوم، ما بده كثير تقلية، ماشي يعني 3 دقايق. هلا هولي من الجردان من عندي بدي اضيفهم. هولي الكزبرة. الكزبرة مش مثل البقدونس، تفرموها كلها مع الجزع تبعها، كلها لانه هي طعمة بالجزع كمان. يعني هولي الجزع. يوجولي البقدونس الواحد بس بياخد الورقة تبع البقدونس، بس الكزبرة لا، كلها، لانه الكزبرة انعم بكتير من البقدونس. لا بقلبيها يا ماما على الريحة الطيبة. كيف بدهم يعملوا شي اب الواحد يشم الريحة؟ كيف لازم شي مرة. أنا بعتقد رح يعملوها، يجمعوا روايح ريحة البصل المقلي، ريحة اللحم المقلية، ريحة الكزبرة، الثوم، شو بيطلعوا لكم إياها. بيرفكت. أنا عم بقلب هيدا الشيء، عم بغسل الرز بعمله مفلفل بيرفكشن، عشان بيرفكشن لانه بغير له مظبوط. رح فرجيكم كيف رح اعمل رز مع شعيريه. انا بحب البصمتي. هلا بدي عم غسل كبايه وربع من هالكبايه الكبيره شفتوها. ضلني بغسلها ليبطل يطلع النشا منها، بتصير المي كلير. جربوا ما تكسروا الرز، انا عايزه انا عم بدقر المي اكثر ما عم بدقر الزيت. شفتوا بس عم بعمل هيك قديش نشا، بس لما النشا كله يطلع من الرز حتى الرز بضل حبه. بعمل هالشي 3-4 مرات حسب الرز ونوعيته. هولي بعبدهم في مرتين. اوكي هلا لانه السبانخ بتكون كبيرة وبتنزل كتير، انا عم استعمل سبانخ فريش
بدي انقله على طنجرة كبيرة. رح بلش احط السبانخ هون. هلا بفرجيكم شو رح اعمل. نقلت لطنجرة كبيرة، وهلا بدي احط فوق هون اللحمة تبعيتي. اوبا عم بطبخ بايد وحدة انا، تصور لكم. alright، وبدي اقلبهم وسكر عليهم، وهيك بتنطبخ هيدي سبانخ والرز. اوكي، على اعلى نار. شوفوا كيف اوريدي بلشت تقشط السبانخ. طلعوا بلشوا اللي تحت دغري ينطبخوا وتقشط السبانخ. حطيت لها كباية مي. طلعوا بلشت كانت لهون. هلا قلبتين وخلص بتنزل. وانا لانه عم بستعمل بيبي سبينج ما بدكم تقصوها. هلا بتشوفوا اصلا كيف بتصير، بتذوب ذوبان. طلعوا اتس كريزي. شفتوا كيف سبانخ بتقشط؟ طلعوا كيف صارت بقلب الطنجرة. فوالا. للسحر صح؟ فوالا. هلا سبحان الله بدي لكم شغله عن اكلاتنا العربيه.